يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين، ويا صباح كل حاجة حلوة. صباحكم زي السكر، صباحكم أبيض زي قلبكم. عاملين إيه يا فراولاتي؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. عايزة أقول لكم بقى، عايزين كده نتعود مع بعض، أول ما أجي أنزل الفيديو تعرفوا إن أنا عايزة أقعد معاكم شوية ومخنوقة وزهقانة. فأول ما أكون عايزة أقعد معاكم تلاقوني دايما على طول صورت فيديو. أنا بحب أوي 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 أتكلم معاكم. عايزة أشكر كل حد علق لي، وبجد بجد خدي قلبي، خلاص أنا مش عايزاه. خلاص خلاص يا ستي، خلاص أنا مش عايزاه خلاص. والله العظيم باحبكم أوي، بابقى فرحانة جدًا، جدًا لو حد علّق لي وكتب لي comment كده زي السكر زيه. بُصّوا بقى يا ستي، النهارده بقى إيه، النهارده أنا حرفيًا برد وسنينه. النهارده بقى أنا مش هانزل أجيب أي حاجة من الشارع زي ما أنتم شايفين كده. هاعمل فطار وغدا وعشا وكمان حلويات. إيه ده! إزاي كل الكلام ده؟ والله أنا عايزة أقول لكم أنا كنت لحد وقتنا هذا في الفيديو أنا حرفيًا مش عارفة أعمل إيه. يعني بُصّوا أنا عمّالة أطلّع وأقول يا ربي بُصّوا عمّالة أفكّر يا ربي هاعمل إيه، طب يا ربي أنا عايزة أكفّي اليوم بتاعي النهارده فطار وغدا وعشا وكمان حلويات. طب هاعمل إيه يا ربي؟ بُصّوا الحاجات اللي شايفينها قدّامكم دي، والله العظيم أنا طلّعت منها فطار وغدا وعشا. بُصّوا أنا حاسة إن أنتم شوية هتجمّعوا إيه الحاجة اللي أنا هاعملها، بس هتستغربوا والله العظيم، بجد هتستغربوا. تمام. عندي هنا شوية كده كركديه، ولقيت كيس سكر، ولقيت حاجات ما شاء الله اللهم بارك. ف خلاص الفلوس النهارده يا جماعة اللي هي معلش متأسفة، لو الفلوس بتاعة النهارده أنا كده خلاص أنا هاعمل لك فطار وغدا وعشا وكل حاجة، وكمان حلويات. فما تطلبش بقى مني فلوس النهارده، خلاص أنا قررت إن أنا أوفّر فلوس النهارده ليّا. وقومي اعملي زيي ووفّري، وحاولي إن أنتِ كده تخترعي أكلات من البيت بشوية حاجات كده بواقي. ولو في بواقي في التلاجة طلّعي، كل حاجة طلّعيها قدّامِك. يعني أنا كمان شوية هتلاقوني إن أنا طلّعت كده بواقي برضه من الفريزر، و برضه قاعدة عمّالة أفكّر معاكم أنا هاعمل إيه، مش عارفة. كمان لقيت شوية كده من الفول المدشوش، كنت جايبة على ما أظن ربع كيلو، ولقيت كده كمان شوية من السكر، هينفعوا. وكمان لقيت كنت جايبة ده ب10 جنيه فول مدمس، ولسه ما عملتوش معاكم، فمش هاعمل فول مدمس عشان بس إيه، عمالين تفكّروا دلوقتي ودماغِك عمّالة توديكِ وتجيبِك أنتِ هتعملي فول مدمس. لا يا ستي مش هاعمل فول مدمس. وكمان لقيت عندي كده شوية قمح وشوية شوية سمسم، كنت جايبة كل واحد منهم ب10 جنيه. و ده كمان لقيت شوية كركديه، برضه مش هاعمل كركديه. ولقيت شوية العدس بس شوية صغيّرين جدًا، مش هاعرف إن أنا أعمل بيهم عدس. فعمّالة أفكّر، بُصّوا بقى ولقيت بقى عندي إيه، يا خرابي! نُص كيلو دقيق، نُص كيلو إلا حاجة بسيطة، عشان أنا خدت منّه عملت منّه عِجّة، فحاجة بسيطة يعني شوية كده خدتهم كده ما بين إيديّا، فنُص كيلو إلا حاجة بسيطة. البوكس خلص وأنا لسه عمّالة أفكّر يا ربي هاعمل إيه. هنا بقى قُلت زي ما طلّعت كده حاجات من المطبخ، هاخُش كده على الفريزر أو على التلاجة وأشوف كده بواقي الأكل، وأبدأ إن أنا أشوف لو هاعمل ليها إعادة تدوير تاني والّا لأ. ما لقيتش كده حاجات كتير في التلاجة. معلش يا جماعة عندي برضه خلصانة. تمام، بس برضه باحب أقعد معاكم، أنا باحب أقعد معاكم. تمام. ف كنت باتكلم باقول إيه، نسيتوني. طلّعت كده من الفريزر، لقيت كده شوية خضرة، وكمان شوية كده هتلاقوني مطلّعة كيس كده من إيه، من القرنبيط أهو، زي ما أنتم شايفين كده كيس القرنبيط ده مش عارفة برضه أعمل بيه إيه. فكّرت كده قُلت يا ربي طَب أنا عايزة أعمل فطار وغدا وعشا، طَب أنا لو خدت الدقيق للقرنبيط طَب ما كده مش هاعرف أعمل أي حاجة. أعمل إيه يا ربي، أعمل إيه؟ حطيت القرنبيط على جنب، وحطيت كمان البقدونس على جنب، وسِبتهم كده شوية. وأنا والله بُصّوا عمّالة أقول يا ربي عندي بقرنبيط، عندي سُكّر، وعندي فول، وعندي حاجات. بس أنتم هتتفاجئوا، أقسم بالله هتتفاجئوا من اللي أنا هاعمله. أول حاجة بقى كده هاعملها، هاتي حلة وحطي فيها شوية زيت. إيه ده دي فزورة؟ يا ستي اصبري عليَّ، هاعمل حاجة دلوقتي. فتحت بقى الضرفة التانية، لقيت كده حاجة، بُصّوا، لقيت شوية شعرية. خلاص آخر حبة شعرية موجودين يا جماعة. تمام. قُلت بقى إيه، حمّري يا بت كده شوية الشعرية دي. طب يا ربي هي أنا هاعمل إيه، هاعمل رُز؟ لأ مش هاعمل رُز، هاعمل اللي أحلى وأجمل وأطعم وكل حاجة من الرز. بُصّوا بقى، لقيت كده عارفين الكيس اللسان عصفور اللي أنا قُلت لكم عليه؟ أيوه. طبعًا ما عنديش رز،
اعمل ايه؟ لسان عصفور. كان عندي كده كيس من اللسان العصفور عامل بالظبط كيلو لسان عصفور. خدت منه شويه كده، يعني خدت كيلو الا على قدنا، على قد الاكله بتاعت النهارده. وبدات بقى ان انا كده حطيت الشعريه، وحطيت عليها كمان اللسان عصفور. وبدات بقى ان انا احمر اللسان عصفور مع الشعريه، الاتنين كده ياخدوا التحمير مع بعض. وحطيت كمان كده معلقه من مفروم الثوم، حطيت معلقه من يعني دقيق الثوم. وحطيت كده معلقه من مفروم الثوم، برضو الثوم مع الكزبره لما بيتشوح مع اللسان عصفور والشعريه يا جماعه، ريحتهم والله العظيم تحفه. تمام. اللسان عصفور يغنيكي تماما تماما عن الرز، بجد، وطعمه احلى وكده وجميل كده يعني بيتاكل بسهوله والاطفال بتحبه قوي. رحت بقى كده بشرت عليهم طماطمتين، قلت بس كده اقلب شويه لسان عصفور لحد ما يحمر كويس. وبعد كده بقى هنزل عليهم بطماطمتين كده مبشورين اهو. بصوا، يلا ننزل بقى بالطماطم. يا خرابي على التشويح. ويا جماعه انا حتى لو بعمل مكرونه ما بحبش انزل الطماطم وعليها الميه على طول، لا بحب ان انا كده اشوح الطماطم مع لسان عصفور مع المكرونه مع اي حاجه انا بعملها. طيب هعمل ايه بقى؟ هحط الميه؟ لا، هحط بقى البهارات وابدا احمص البهارات مع اللسان عصفور. حطيت كده شويه من الكركم. وايه الفضايح دي؟ الفضايح دي معلش يا جماعه، كان شويه فلفل اسود يعني، اخر شويه فلفل اسود. انا صريحه جدا. بصوا، حطيت شويه من الكركم وشويه كده من الفلفل الاسود. واي بقى شويه بهارات كده موجودين عندك حطيهم بقى خلاص يعني. اي بهارات كده بتشطب عندك حطي كده منهم حبه 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 حبه، او لو قربوا يخلصوا خلاص. وهنا كمان حطيت كده شويه صغننين من السبع بهارات، لان انا ما كنتش عندي لسه. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا ربي؟ اللي هو مرقه الماجي. تمام. فقلت كده احط السبع بهارات، حاجه بسيطه اهي. كل واحد لازم يتصرف، لازم نتصرف يا جماعه. تمام. هنا بقى حطيت كده شويه من الميه، وبدات ان انا اقلب بقى كده واشوف. ها مش عايزه احط ميه كتير عشان خاطر ما يعجنش مني. فكده تمام وزي الفل. هنا بقى انا كنت نسيت احط الملح. انت نسيت تحط الملح اهو. رابي، لسه بقول. بصي، بحط كده الملح وخلاص. بدات بقى ان انا اقلب وهسيبه على النار بقى لحد ما يستوي. أن الحمد لله لسان عصفور استوى. شايفين بقى الحلاوة؟ عاوزة أقول لكم، معلش أنا نسيت أقول لكم إن أنا حطيت كده يعني حاجة بسيطة من ماجي، مرقة ماجي. فعايزة أقول لكم فرق جدا جدا في طعم لسان عصفور. تمام كده، تمام. طب أنا دلوقتي خلاص قدامي وقت. أنا الحمد لله خلاص كده خلصت الغدا، وعملت كمان شوية ملوخية كده كانوا موجودين عندي في الفريزر. فخلاص يعني كلنا بنعرف نعمل الملوخية، يعني مش حكاية هي. تمام. فعملت الملوخية بقى خلاص، سبتها كده. واوريكم بقى طشة الملوخية والروايح. المهم دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ دلوقتي انا هعمل الفطار. هنعمل ايه؟ بصي، الفطار بقى هجيب كده ربع كوباية مية دافية، عليهم كيس الخميرة الفورية الموجودة عندك، وحطيت كده معلقة سكر. بصوا، لو انتوا حابين ان الحاجة بتاعتكم او الفطير بتاعكم يكون مسكر كده في بقكم، فحطوا طبعا معلقتين سكر، 3 معالق، زي ما انتوا عايزين. تمام. هيخلي كده العجينة بتاعتكم مسكرة معاكم. تمام. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وهسيبهم بقى على جنب لحد ما اشوف تفاعل الخميره كده كويس ولا مش كويس. معايا هنا بقى الطبق، ومعايا الدقيق اللي انا طلعته قدامكم ده. كان في شويه كده دقيق فاضلين، وكمان معاهم اللي هو نص كيلو الا من الدقيق. فقلت يلا يلا يا بنت خلصي كل اللي موجود. وطبعا دي لعب بنتي، معلش، متأسفة، هي لازم تحط التاتش بتاعها في كل حاجة. المهم بقى كده حطيت نص كيلو دقيق بالظبط. اعتبروه نص كيلو يا جماعة، هو كده نص كيلو، ان انا كنت واخدة يعني كبشة محترمة كده بايديا وعملت بيها عجة وكده. الخطوة اللي بعد كده بقى هحط كده شوية من الشمر، وكمان شوية من اليانسون. طبعا انت لو ما بتحبيش الشمر واليانسون في المخبوزات، فاستغني عن الخطوة دي فورا. خليكي بس في الدقيق وبالخطوات اللي انا هعملها، وملكيش دعوة بأي حاجة تاني. تمام. حطيت كده شوية كمان انا حطيت ملح. مش عارفة، حاسة ان انا حطيت ملح. انا حطيت شمر، وحطيت كمان ينسون، وحاسه ان انا حطيت ملح. بصوا، لا، هحط كده شويه صغيرين من الملح. بصوا بقى، انا جايه لكم ورقبتي قد السمسمه. انا عارفه ان انا مجنونه وممكن اعمل اي حاجه مجنونه. بصوا، انا قررت ان انا اعمل العجين في الكبه. حطيت طبعا الخميره بتاعتي بقى بعد ما فارت وبقت زي الفل. ومش عارفه. بصوا، انا هعمل حاجه وبس في الاخر هتظبط. بصوا بقى، هنا حطيت كوبايه كده من نصها سمنه ونصها زيت. عاوزه يبقى كلها زيت،
مفيش مشكله، عاوزه تبقى كلها سمنه زي ما تحبي. حطيت كده الكوبايه بتاعتي نصها زيت بالظبط ونصها سمنه، وحطيتهم بقى كده في الكبه. ومش عارفه، بصوا هي يعني، بصوا اقول لكم على حاجه، هي الموضوع مش هيظبط، هي هتلفها لي وكله هيخش في بعضه، بس الموضوع مش هيظبط. فعملت ايه بقى، حطيت السكينه كده التانية بتاعه الكبه، وبدات بقى ان انا كده ايه، اعملهم كده مع بعض. وما تعملوش زيي وبلاش جنان، واعجنوه عادي بايديكم، مفيش اي مشكله يا جماعه. انا كنت نفسي فاجيب عجان، فقلت الله، طب ما انا ممكن اجرب في الكبه. فمعلش يا جماعه، انا ليا كده دماغ تانية وليا شويه اختراعات كده في دماغي، فلا ما تعملوش زيي، اعملوا في الطبق عادي ومالكوش دعوه بيا، عشان الكباب بتاعتكم ما تبص. طبعا هنا بدات، انا نسيت اقول لكم، انا حطيت السكينه بتاعه التوم. عارفين لو عندكم كبة فيها كده السكينة بتاعة التوم اللي هي بتقشر التوم، فاعملوها، فرمت معايا هي العجينة وزي الفل. بس ما تعملوش زيي برضو، لا اعملوها بايديكم احسن، انا خدت معايا وقت. هلم بقى كده العجينة في ايديا، تمام، وهلاقيها كده بقى خلاص بقت زي الفل كده، تمام جدا. هسيبها بقى ترتاح كده بالظبط بالظبط 10 دقايق، لا اكتر ولا اقل، ترتاح بس كده شويه لحد ما نبدا نعمل الخطوه اللي بعد كده. هنا بقى انا كده كنت نسيت ان انا احط سمسم يا جماعه، معلش سامحوني. فهحط كده معلقتين من السمسم. طبعا لو ما عندكيش سمسم مفيش مشكله، تقدري تعمليه عادي جدا من غير سمسم. حطي كده بقى السمسم، وهرجع كده عجنه كده خفيفه خالص لحد ما ادخل السمسم جوه العجينه. وزي ما قلت لكم هسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق لحد ما نبدا ان احنا نشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى العجينه بتاعتي كده بعد ما ارتاحت خلاص كده زي الفل، دهنت كده الصينيه سمنه، وهبدا بقى ان انا افرد العجين بتاعي. بصوا بقى هقول لكم على فكره حلوه جدا، لو مش عارفين ان انتوا تخلوها مظبوطه. بصوا انا جبت كده بتاع البلاستيك ده، ولا اسمه ايه، السيليكون ده، وبدات بقى ان انا كده طبطب عليها كلها، ما شاء الله اتفردت معايا بسرعه جدا جدا، وكلها كانت متساويه. بصوا اظبطها بقى كده اهو. هنيجي بقى كده بحاول برضو اظبطها كده من على الجوانب والحروف، هنيجي بقى لمرحله التقطيع. بصي بقى مرحله التقطيع دي بقى زي ما تحبي، حابه تعملي العجينه في ايديكي وتعمليها زي المنين بعجوه ولا المنين العادي، مفيش مشكله. حابه بقى ان انت تقطعيها كده صغيره خالص، عامله زي البقسماط، تبقى كده ايه، قراقيش للفطار. فده اللي انا هعمله يا جماعه. مش عارفه اعمل ايه، طب ما هو انا لازم افكر يا جماعه. دلوقتي انا قررت ان انا هعمل كمان فطار، عشان كمان ما اجيبش حاجه للفطار الصبح. هنا طبعا ما ظبطتش كده، فحاولت ان انا اظبطها. حاولي بقى تخلي ايديكي كده تكون مظبوطه، وما يكونش حد جنبك، عشان ما تتوتريش وتعرفي تظبطي كده المقادير. طب بعد ما اقطعها هعمل ايه، هدخلها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه او على الرف الوسطاني، وهسيبها بقى لحد ما اشم كده ريحتها والاقيه اتحمر، اطلعها على طول من الفرن. بصوا بقى الحلويات والكلام الجامد ده، كده انا لسه مطلعاه من الفرن. بصوا هو لسه كان سخن سنه بسيط، وانا مش قادره استحمل بصراحه، ريحته كانت خطيره خطيره بجد. ريحه اليانسون مع الشمر عامله ريحه فظيعه. كده انا كمان وفرت الوجبه بتاعه الفطار. يا دوبك لو عندي كده شويه لبن بودره او شويه لبن، هعملهم كده جنب اللبن، ويبقى كده فطرنا وفطار زي الفل. كده احنا عملنا الغدا وعملنا الفطار، نيجي بقى لوجبة العشاء. وجبة العشاء جبت بالظبط ب 15 جنيه قمح، الموجودين عندي كانوا ب 15 جنيه قمح. فهجيب كده القمح معايا، وهنزل بقى، طبعا غسلته كده غسلة حلوة، يعني في ناس بتحب تنقعه، انا غسلته غسلة كده محترمة. وبعد كده بقى هنزل عليه كده من المية، بصوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبه بقى كده على النار غلوتين، وهكب المية بتاعته وهزود مية تانية جديدة. هنا بقى كانت البليلة بتاعتي خلاص فشرت وبقت زي الفل، كده تمام جاهزة بقى على العمل. يا ترى هتعملي بليلة؟ لا، هعمل اللي أحسن من البليلة، استنوا بس عليا. عملت ايه بقى، جبت السلطانية بتاعتي، بدأت بقى ان انا احط كده فيها كوبايتين بالظبط من مية نقع البليلة، المية اللي استوت فيها يا جماعة البليلة. طب وبعدين يا ست الكل، هتعملي برضو ايه، هتعملي يعني ايه، مش فاهمة هتعملي ايه، اصبري بس عليا اصبري عليا. طيب حطيت بالظبط كده كوبايتين من المية، وهحط بالظبط نص كوباية من السكر. هنا دي ربع كوباية، فهحط تاني، وكده نص كوباية من السكر. طبعا السكر بقى على حسب الرغبة زي ما انتوا عاوزين. طب وبعد كده يا مجنونة هتعملي ايه؟ اصبري عليا اتقلي.
وانت لازم تعملي بليله بطريقه العاديه، لا مفيش الكلام ده. طيب انا هنا بالظبط كان عندي شويه من السحلب هنا بقى. بص كنت بفكركم بالسحلب اللي انا طبعا وريته لكم في الحاجات اللي كانت موجوده عندي في المطبخ. كان عندي شويه كده من السحلب كنت عاملاهم في البيت، وطحنا عليهم بقى فول سوداني وسمسم والكلام ده كله. فطب ليه ما احطش معلقتين وحاطه فيهم نشا يا جماعه، بس سنه بسيطه يعني. حطيت بالظبط يعني قولي معلقتين ونص، هرجع برضه احط معلقه تاني، معلقتين معلقتين ونص من السحلب. وانا ما كنتش مكتره النشا، فعشان كده هحط نشا تاني. وحطيت كده كوبايتين من اللبن، يبقى انا حطيت معلقتين من نقع البليله، وحطيت بالظبط معلقه 3 معالق من السحلب، وحطيت نص كوبايه من السكر، وحطيت كوبايتين من اللبن. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنقلبي قلبي 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 قلبي. هنقلب بقى كل المكونات دي كده كلها مع بعض لحد بقى ما السكر بتاعي يدوب، وهقول لكم انا هعمل ايه. هنا بقى كانت البليلة بتاعتي زي الفل، خلاص كده بقت زي الفل كده وخلاص مستوية. يلا انزلي عليهم بقى بالخليط اللي احنا عملناه اهو، اللبن مع مية نقع البليلة مع السحلب، وقلبي كل الكلام ده على النار لحد ما يتقل معاكي. بقى كان القوام بتاعي زي الفل، خلاص البليله بتاعتي استوت وتقلت كده. لو حابين ان او ما تقلتش معاكم، ممكن تحطوا شويه لبن صغيرين عليهم شويه من النشا كده، وابداوا بقى هتلاقوها ربطت معاكم بسرعه. يا خرابي عليا وعلى جنانك، هتعملي ايه؟ لقيت عندي كده في الفريزر شويه من الكنافه، والله العظيم بقالهم قرن عندي. رحت مطلعاهم كده، مدياهم فرمه كده في الكبه محترمه. ابص بص بص حتى الطبق عامل ازاي من التلج، والله والله مركونه في الفريزر. وانا بقى قلت ايه، انا عاوزه اعملها حاجه كده بطريقه مختلفه وجديده، وفي نفس الوقت هو يكون ايه، مبسوط كده وفرحان ان انا بوفر وطبخ، وفي نفس الوقت ايه، اخنصر الفلوس. سِبت بقى كده البليلة على جنب لحد ما تتقل، ونزلت كده قولي معلقة كبيرة كده من السمنة. ما فيش سمنة ممكن بالزيت، ما فيش مشكلة. بُصّوا أنا حطيت شوية زيت حلوين بيكفوا بالغرض وما بيقولوش لأ، والنبي لا حطّهم كلّهم. حطيتهم بقى كده كل كمية الزيت، ومعاهم بقى حتّة السمنة أو الزبدة زي ما موجود عندِك. وهنعمل إيه بقى، بُصّي هنقلّب كده لحد ما كلّه يسيح. ودي بقى شكل الكنافة بعد ما خدت كده فرمة محترمة في الكبة. نزلت بقى بيها كده وعلى السمنة، وهبدأ بقى إن أنا أقلب قلبي واحدة واحدة. وأهم حاجة عينك تكون على الطاسة، حتى لو بتعملي حاجة تانية عشان ما تتحرقش منك وتطلع معاكي كلها محمرة ومقرمشة. هقلب بقى فيها كده وهرجع لكم بعد ما تتحمر. ده شكلها بقى كده بعد ما تحمر، وبقت كده ريحتها خطيرة. معلش بقى البوتاجاز كان مبهدل شوية، معلش والله كنت باعمل كذا حاجة في نفس الوقت، سامحوني. هنا بقى جبت كده شوية من الجوز الهند الموجودين من رمضان اللي فات، والله العظيم. وحمرتهم بقى كده في الطاسة عندِك، حمصيهم كده في الطاسة، عايزة تحطي شوية سمنة ما فيش مشكلة، لحد ما الجوز الهند ده يطلّع لِك كده ريحة حلوة، عارفين زي الهريسة كده والحاجات دي. فهتخلّي طعم البليلة البليلة هانم في حتة تانية خالص. لو وصلتِ لحد هنا بقى فأنا بجد بجد باحبِك، وباشكرِك بجد من كل قلبي، وباقول لِك ربنا يا رب يسعد قلبِك، ويكبر خاطرِك، ويحقق لِك كل اللي أنتِ بتتمنيه، ويرزقِك يا رب بسعادة كده يتحجب منها أهل السما والأرض. فرحة كده تكون كبيرة أوي، 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 من كتر ما أنتِ مش هتصدقيها. هتبقى مخضوضة كده. يا رب ارزقنا كلنا فرحة يا رب، يا رب. بُصّوا بقى، جِبت كده بقى أطباق البليلة، خلاص غرفنا البليلة وزي الفل أهي. الخطوة اللي بعد كده بقى هنعمل إيه، هاجيب الجوز هند بتاعي اللي أنا عملته، وهاجيب كده معلقة صغيرة، وهابدأ بقى بالجوز هند كده أرشه على البليلة. عايزة أقول لكم الجوز هند ريحته فظيعة لما بيتحمص يا جماعة. أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده، بس قُلت لأ، أنا مش عايزة أحط الجوز هند كده وخلاص يبقى طعمه مش حلو. قُلت طب ما أنا ممكن أحمّر الجوز هند ده، أحمّصه كده شوية زي الهريسة مثلًا لمّا بيكون جواها جوز هند. فلقيت طعمه حلو أوي، أوي، أوي. حطيت بقى كده الجوز هند ووزّعته بقى كده على كل الأطباق. أنا كنت فاكرة إن أنا هاحط تاني جوز هند. ماشي. على فكرة يا جماعة أنا نسيت أقول لكم، أنا حطيت كنافة جوّه البليلة. معلش كنت بادعي لكم ونسيت والله. أنا حطيت كنافة جوّه البليلة وقلبتها معلقة كده يعني، والباقي بقى هاحطه على الأطباق كده من فوق. بصوا هاجمع بقى كده كل الأطباق
وهبدا بقى ان انا ايه اظبط بقى. بصوا بقى، بصوا بسرعه، بصوا السرعه، ظبطت بقى كده كل الاطباق وهندمتها عشان خاطر لما اجي احط الفول السوداني يبقى شكله حلو. حطيت بقى كده شويه من الفول السوداني، وطبعا تقدري يعني تستغني عن الخطوه دي تماما، وتقدري كمان تستغني عن خطوه الكنافه يا جماعه، عادي مفيش مشكله، ممكن تعملي البليله بالسحلب وخلاص على كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد حاجة حلوة قوي قوي قوي، وكمان مفيدة ومغذية وبتدفي جدا جدا في الشتاء، وكمان مشبعة. فانت كده عملتي مليون عصفور في عصفور واحد. عايزه اقول لكم ان انا تعبت قوي 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 في الفيديو ده، لان عملت كل الوصفات دي في نفس اليوم، وبجد بجد تعبت قوي. فبالله عليكم قدروا تعبي، واعملوا لي لايك، واعملوا لي كده كومنت حلو زيكم زي قلبكم اللي زي السكر. كده كده انتوا بتعملوا لي كومنتات من غير ان انا اتكلم. انا بحبكم قوي 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 قوي. وهنشوف كده مع بعض واحنا بقى بناكل طبعا عماله اختار الاطباق عشان انا طفصه، فانا عماله كده اختار الاطباق وعماله كده اظبط الزوايا. وبقى يلا بينا. بصوا بصوا بصوا، زي ما قلت لكم محدش يعني ما تدخلوهاش التلاجة كده على طول، حاولوا تاكلوها كده وهي دافيه كده، تبقى تحفه مع الكنافه. طبعا انا بصور بس عشان اخد ان انا اللقطه يا جماعه، انا هاكل دلوقتي حرفيا ومش هستنى حد. وهنا كنت بالفعل خلاص يلا بقى مش قادرة، خلاص انت مش صورتي، انا مش قادرة خلاص. وده كده كان نهاية الفيديو. اتمنى ان انا ما كنتش مطولة عليكم، واتمنى ان انا اكون كده قعدت معاكم شوية صغيرين ونستكم. ولو عاوزين فيديوهات تانية زي دي قولولي في الكومنتات، وانا هعمل لكم من عيون الاتنين. يلا اسيبكم بقى في رعاية الله.